السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد، وما هي مواعيدهم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من حبايبي يسألوا ايه الفرق بين التراويح وقيام الليل والتهجد؟ الحقيقة لا فرق بينهم البتة، كلها مسميات لشيء واحد، ألا وهو التنفل بالصلاة من بعد العشاء إلى الفجر في أي وقت، من أول الليل أو من وسط الليل أو من آخر الليل. إلا أن بعض أهل العلم قالوا التهجد هو قيام الليل الذي يسبق بنوم، يعني التهجد يكون قايم من نوم عشان أصلي قيام الليل، ده بيسموه تهجد. واضح كده؟ يبقى إذن لا تختلف صلاة التراويح عن قيام الليل أو التهجد من حيث المعنى، لأن كل نافلة بتصلى بعد العشاء إلى طلوع الفجر بتسمى قيام الليل. إلا أن العرف جرى على أن قيام الليل بقى بعد العشاء في شهر رمضان بيسمى التراويح. أما التهجد فهو أيضا قيام ليل، إلا أن زي ما قلت لحضراتكم بعض أهل العلم قالوا أن الفرق بين التهجد وبين قيام الليل أو التراويح إن التهجد هو القيام الذي يسبقه نوم، يعني بكون قايم من النوم أصلي قيام الليل بنسميه تهجد. طيب الدليل على ان التراويح برضه هي قيام الليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال من قام، ما قالش من تروح. ان تمام كده؟ يبقى اذا التراويح هي القيام. تمام كده؟ طيب إذا فهي مسميات كلها لشيء واحد، وهو التطوع بالصلاة، لأنها سنة. هو التطوع بالصلاة ليلا في أي وقت من بعد العشاء إلى الفجر. لكن زي ما قلت لحضراتكم بعض أهل العلم قالوا التهجد هو القيام الذي يسبقه النوم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.